تاني تجربة هعملها معاكم هي ازاي بنعمل فيها سلق بسيط او سلق سريع زي ما بنقول. انا هنا دي فراخ كانت متبلة ومحطوطة فروزن في التلاجة. هحطها كده. طبعا دي ممكن تتسلق مني في ثواني. عايزة احط هي طبعا منزلة ميتها. انا كل اللي هعمله ان انا هقفل العلبة زي ما اتفقنا وافتح الصمام واحطها في الميكروويف على دقيقة. طبعا ده على حسب برضو الوقت عندك اخباره ايه. انا بعد ما حطيتها دقيقة رجعت حطيتها 30 ثانية بالظبط كمان. طبعا هي مش بتاخد وقت خالص. اقدر استخدم الفراخ دي لسيزر سلطات، اقدر استخدمها للنجرسكو، ليها استخدامات طبعا كتير. انا بس عايزه اوريكم انا هعمل ايه دلوقتي اهو. طبعا ده ما ينفعش يقفل خالص اول لما اطلعها. انا بس بفتح هنا على طول دقيقه مفيش. طبعا تحفه، منزله ميتها ومستويه تماما. انا هنا الجديد ان انا مش هكتفي بكده، انا هوريكم ازاي ممكن اعمل وجبه كده كامله لابنك الصغير او بنتك الصغيره. ده خضار فروزن. الخضار دايما الفروزن بيبقى نص سوا او بنديله سلقه كده نازله سريعه في الميه. وهحط كده اهو. احط كمان رز. طبعا البولات دي تحفه في الكريستال ويف عامه في عمايل الرز. بس طبعا زي ما قلنا من غير دهون. شويه كاري، شويه ملح، وهزود ميه. تمام كده. مش عايزه اطلعها عادي قوي، لازم ابقى سايبه مسافه. يبقى انا كده عندي دي رز بالفراخ، وجبه كده ما تاخدش منك يعني 4-5 دقايق على بعض. انا هدخلها الاول من غير غطا، مفيش تبتدي تنشف وبعد كده هغطيها وافتح الصمام. انا هنا دخلتها الاول من غير غطا دقيقه ونص. طلعت قلبت في الدقيقه ونص 3 دقايق كده، وبعدين غطيتها ودخلتها دقيقتين في دقيقتين، يعني يكون الموضوع على بعضه 7 دقايق، ما تزيدش عن كده. تمام. بجد البولات دي اختراع. طبعا كل حاجه في الميكروويف على برنامج التسخين فقط. هي المفروض ان انا بسيبها شويه. بس انا عايزه اوريكم. والله حاجه فعلا اختراع، يعني طبق مثالي. في مفيش 7-8 دقايق. رز فراخ وخضار تقدري تحضريه بيدك في دقايق. تقدري زي ما هو كده تغطيه تدخليه التلاجة وتطلعوا يسخنوه اي وقت بمنتهى الامان. تجربه كمان هعملها معاكم في الكريستال ويف، سواء طبعا المربع او الدائري كله استخدام واحد. بدل ما بتقعدي تسلقي السجق او السوسيس والحاجات دي للبيتزا للساندوتشات لاي حاجه تقعد تغلي كتير منك على النار والكلام ده. انا هنا هحطها في البوله، هحط يا دوب يعني مقدار مثلا معلقتين 3 ميه، وهقفل العلبه وهفتح الصمام وهدخلها دقيقه ونص. برضو هتستوي منك، مش هتاخد معانا حاجه ان شاء الله. بصوا هنا دخلت السجق دقيقه او 30 ثانيه، ورجعت عملت تشيك عليه كده دخلته دقيقه بالظبط كمان، يعني دقيقتين ونص بالظبط. بجد حاجه مفيش اسرع من كده. نسيبها شويه. بصوا تحفه بجد، يعني استوى اكنك سلقاه بقى ال10 دقايق اللي بنقعد